الله. هما الجماعة دول رايحين على فين يا باي؟ ايه ده؟ حاج محمد، معلم سامي، على فين كده يا ولاد؟ عمك سامي بإذن الله رايحين دلوقتي على الفيوم. رايحين نسلم محاش البرسيم للباشمهندس أحمد جمال، رجالة الفيوم. ربنا يديهم خير، اللهم آمين، ويكفيهم شرها ويتسد معاهم ويبقى بإذن الله من العملة الموفقين بيننا وبين بعض. الحاج سامي النهارده رايحين الفيوم نسلم المحشة. خليكم معانا وتابعونا، شوفوا فيديو التجربة وكملوا معانا الفيديو. بسم الله توكلنا على الله. ده فيديو يا جماعة، فيديو التجربة اهوت. طبعا العميل ركب ابو خالد. ابو خالد طبعا عنده حصادة دم وتربيط، وابن عم الاستاذ احمد. فهو اول من جرب اهوت ركب المكنة، بسم الله ما شاء الله. شغل المكنيات على التالت، وواخدة الغيار وشغالة. لو تبص على اول الطلعة، تبص تلاقي فيه اللي هو بيسمون الساعد او العود اللي هو الخشن بتاع الغلط اللي بيبقى في البرسيم. شغال اهوت بسم الله ما شاء الله، وطاير بالمحشة اهوت في قلب الارض. والمصور بتاعنا بيجري حواليها ومهوش لاحق ان هو يصور. طبعا ابو خالد طبعا مع الاتفاق مع العميل بيحول عربون. بناخد المحشة طبعا ونروح نسلمه في قلب المزرعة زي ما انتوا شايفين كده. وبعد ما بنجرب طبعا عينة قدامنا، وبنعلم ايه اللي هيشتغل بيها في المزرعة. اللي واخدين حبة قطع غيار طبعا برضك، ونقول له ازاي يغير اي قطعة غيار، وازاي يعمل لو في اي مشكلة يحلها ازاي. ومع التليفون طبعا لو في اي مشكلة بإذن الله بنحلها. ده طبعا الحشة اهوت، ومنسوب الحشة اهوت حاجة بسم الله ما شاء الله. طبعا لو في اي مشكلة بيحلها بالتليفون او بيتابع معانا، احنا بنوجهه. واي قطع غيار طبعا بنشحنها على جميع مستوى المحافظة، اي مكان نشحن قطع الغيار عن طريق شركة شحن. وفي اول التجربة زي ما احنا قلنا بنروح نسلم في ارض الواقع زي ما انتوا شايفين كده، بسم الله ما شاء الله نظام الحشة هو. طبعا لو انت اول مرة تشوف قناة محمد عبد الغني لا تزرعي، قناة خدمية تسويقية. يعني ايه خدمية؟ يعني تسويقية. خدمية ان عامل فيديوهات صيانة اعطال مكوك دم وتربية القمح في اي شغل. لو خدمية ده بالنسبة للخدمي. اما بالنسبة للتسويق ان احنا بنسوق الشغل بتاعنا بتاع المحشات كله زي ما انت شايف حضرتك. طبعا ده انا حاليا دلوقتي انا اللي راكب المحشة وشغال بيها. بعد ما ابو خالد خد طبعا طلعتين، وانا راكب طبعا عشان برضك اشوف المحشة فيها اي حاجة اعملها قبل ما امشي. بختبر الكفاءة الفنية بتاعتها. طبعا في اي حاجة طبعا شغال اهوت على التالت، بسم الله ما شاء الله. البرسيم اهوت شغال على التالت، والمحشة ولا نسمة دخانة ولا كأنها شغالة يا جماعة حاجة، بسم الله ما شاء الله. موتور لامبراتيني طبعا ما فيش بعد كده. البشمهندس طبعا كلمنا وحول لنا عربون، وخدناها في عربيتنا وبنروح نسلمها للعميل في قلب المزرعة، وندرب العمالة على الشغل وان ازاي تشتغل بيها. ولو انت اول مرة حضرتك تتابعنا بنقولك اشترك في القناة، فعل زر الجرس ليصلك كل ما هو جديد. وطبعا ما تنساش ان احنا قلت لحضرتك قناة خدمية، يعني جميع فيديوهات الصيانة. لو انت عندك مقدم وتربيط على جرار، على كومباين رز، على مكنة بي سي اس ايطالي زي كده، انزل في المصادر الجامعية. المشاكل اللي بتحصل لك في الموسم هتلاقينا عاملينها فيديوهات، وازاي تحلها، صيانة، وقع جنزير، كل ما تتخيله طبعا موجود. ده طبعا الجماعة الجيران طبعا والمتعلقين بأصحاب المحشة بيجوا طبعا يشوفوا الشغل وشايفينه حاجة بسم الله ما شاء الله، وأشادوا بالشغل والله أكبر علينا. طبعا دي محش أرض هي تقريبا فدان. ممكن نقدر نقول لكم إن احنا في قد يكون 7 دقايق 8 دقايق نكون نيمنا الفدان ده كله تقريبا. طبعا هوت بنركب برضه الأستاذ محمد اللي هيشتغل عليها، بنعرفه ازاي يشتغل الغيارات ورا قدام، الملفات، الزيت، الجاز، طبعا ازاي يغير زيت التشحيم، الصيانة اليومية، ازاي يغير قطع غيار.
وطبعا بنسيب العميل، وطبعا مع الوقت رجليه بتاخد على المحشة وبتبقى حاجة سهلة وبسيطة بالنسبة له. الأستاذ المحترم أحمد جمال صاحب المحشة، ونشوفكم فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.